اهلا وسهلا. كل الحضور والله طبعا طبعا جميعا على هذا الحضور الكريم طبعا. وبنرحب بالاستاذ احمد العمري، هو المهندس احمد العمري اولا، ولكن يعني المهندس احمد العمري حبيبي والده لا هو تشكيلي برضه. اول حاجه يعني اول الاستاذ احمد العمري علم من اعلام الديني لا لو قلنا بس احمد العمري على حاجات عظيمه جدا. السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني حضر يعني لقاء كان عامل فيه شغل غير عادي. طيب يسمح لنا بعد انت ما تقول شعر يسمعنا حاجه؟ ان شاء الله باذن الله. وفي قصيده اتفضل. يقول لك قصيده لوالده. نبدا بيها ان شاء الله. الله يبارك فيك. الاستاذ سعيد العمري والد الاستاذ احمد العمري المهندس احمد العمري كان فنان تشكيلي بمعنى الكلمه، وكان خطاط، وكان مجموعه من الحاجات الحلوه في كل وموسيقي يعني. ولذلك الاستاذ المهندس احمد العمري نشأ في بيئه مؤهله اللي هو للاتجاه الآخر. يتكلم لوحده ما شاء الله ما شاء الله. على رأي إبراهيم نصر. خلينا نشوف الفنان سبب القصيده دي كنا في مسجد، فكان لسه في الباشمهندس احمد في بدايته وبدا يقول انا قلت ايه ده؟ ايه الجمال ده؟ يعني حاجه من يعني حاله من الجمال هتسمعوها دلوقتي ان شاء الله باذن الله. يعني لا تاخد القلوب يعني. فعلى طول استحضرت مين؟ صوره الوالد رحمه الله عليه. الفنان التشكيلي الراحل الكبير سعيد محمد عمري سعود الشهير بسعيد العمري، وحضور بحي السيده زينب في القاهره عام 60، وتوفي عام 2012. وكان قد تخرج في كليه التربيه الفنيه بالزمالك، حيث ورع في فن البورتريه والتصميمات الفنيه لأغلفة الكتب. الفنان متألق كاللون حين مسسته ومزجته، فبدا سعيدا راضيا، والخط يعرف كنهه إن أنت وضعته. يا أيها الفنان من زمن المحبة جئتنا، فزرعت وردا للكرامة بيننا، وسقيته بتبسم ماء الرضا فسقيتنا. هذه زهورك في الحياة جميلة، تضفي جمالا في حياة قاحلة. يا صاحب الذوق الرفيع ترحما، هذا ندي الصوت زهر من زهورك بيننا. إن راح يصدح هز أرجاء القلوب سعادة، فتساءلت في نشوة كي تستبين محبة. من أي جدر طيب هذا النغم، يتسابق الأحباب فيه ليخبروا، ومض أطل فلم يطل مثل النسيم سباحة. تعالوا البشاشة وجهه وجملته قد أسعدت سطر الزمان على عجل. ما أطيب.